الطبق ده انا اكلته في مطعم، دي ريجاتوني مع مشروم وفراخ في صوص ترافل كريمي جدا وخطير. بس هديكوا وقت كده تخمنوا ايه المطعم اللي انا جربته فيه. حد خمن قصر الكبابجي؟ عشان انا فعلا كلته هناك، وده ايتم في المنيو الجديد عندهم بعد الريبراندنج اللي عملوه. انا رحت فرع التجمع اللي في التسعين، وده عملوه الوايت بادج. ومن اول ما دخلت وانا حسيت الجو فعلا بقى مختلف. مش بس المنيو، الدنيا بقت اهدى والمكان بقى كوزي كده، يعني حاسس انه بقى ينفع لديت نايت. هما برضو عاملين ريبراندنج زي ده الفرع زايد، بس هو هناك البلاك بادج، وفرع مدينتي بس اللي بنفس ستايله الكلاسيك الشيك ده. بس احلى حاجه انه مش معنى ان هم عملوا ريبراندنج ونزلوا اطباق جديده انهم ينسوا الاكل المصري الخطير بتاعهم. لا، هم بس وسعوا المنيو بتاعتهم عشان يبقى فيها اكل من العالم كله، وده في كل حاجه، من اول الشوربه والستارترز لحد المين كورسز والدرينكس كمان. المنيو الجديده فيها الباستا اللي قلتلكوا عليها في الاول، دي رهيبه وكريمي جدا جدا. كمان ريزوتو وشورت ريبز بتقع من على العظم. والاستراجانوف ده كان ميكس كده بين الاستراجانوف والفاهيتا، لذيذ جدا. وما نسيوش المطبخ الشرقي برضو في المنيو الجديدة، وعملوا الكفتة بالطحينة دي تحفة. والمنيو القديمة بقى طبعا مش هيكفي فيديو واحد اقول لكم فيها ايه، بس اكيد كلكم عارفين انهم من اشطر الاماكن في كل انواع المشويات والطواجن. الكفتة بتاعتهم بحبها جدا، بس كنت بحبها اكتر لما كانت عملاقة كده لو تفتكروا. هم صغروها شوية عشان الناس طلبت منهم ده. قولولي انتوا زيي ولا بتحبوها اكتر بالحجم العادي ده؟ بس هي كطعم لسه تحفة زي ما هي وكل حاجة تانية بصراحة. احلى حاجة بقى ان دلوقتي لو اتنين او حتى جروب خارجين مع بعض وذوقهم مش زي بعض قوي في الاكل، هيلاقوا حاجة تعجبهم هنا. في حد هيشرب شوربة كوارع في نفس الوقت اللي حد تاني بيشرب فيه شوربة كريمة اللوز او توميتو سوب. حد هياكل كباب وكفتة وطرب، وحد تاني هيبقى بياكل ريزوتو ايطالي بالمشروم والفراخ. حد هياكل حمام، وحد هياكل شورت ريبز بصوص البيري بيري. صح، دلوقتي عندهم صوصز جديده زي البيري بيري ده والترافل مايو والرانش كمان. وطبعا كل حاجه كانت حلوه، لان طبيعي حد زي قصر الكبابجي مش هياخد ريسك ويعمل ريبراندنج ويغير المنيو غير لو درسوها صح جدا. قولولي اكتر حاجه حسيتوا انكم عايزين تجربوها من الايتمز الجديده دي. ولو وصلتوا للنقطه دي، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر.